من الصحف كان نشر ترددات ووسائل وحلول بديلة للمواطنين اللي عايزين يتابعوا المباريات. خلينا بقى نتابع ونشوف اهو مع بعض. عندنا القناة الفرنسية الخامسة التيفي 5 وده التردد بتاعها 11900 3/4 فيرتيكال او عمودي، وده يعني زي ما قلنا كده تردد القناة الفرنسية الخامسة، ممكن تتابعوا عليها. ده الكلام ده اللي احنا قلناه دلوقتي تيفي 5 على النايل سات. يا ريت تكتبوا بقى الترددات دلوقتي. ده تردد، انا هديكم شويه وقت طبعا انكم تكتبوا او تنقلوا يعني الترددات عندكم دلوقتي على الاسترا. بقى احنا قلنا النايل سات عليها التيفي 5 او القناه الفرنسيه الخامسه. بالنسبه للاسترا في اليورو سبورت وتردداتها موجوده دلوقتي على الشاشه، موجوده بقى على استرا، موجوده على انتل سات، يوتل سات، يعني في اكتر من تردد وكل واحد حسب القمر او الطبق الموجود عنده يقدر ان هو ياخد الترددات. ده بالنسبه لليورو سبورت. ده بالنسبة لليوتل سات، القناة اسمها ORTM وهي قناة مفتوحة غير مشفرة. وده برضو يوتل سات RTS1 ودي قناة مفتوحة. في كمان قناة TPA ودي قناة مفتوحة وعلى اليوتل سات وترددها موجود حاليا على الشاشة. الRTNC ده كمان على اليوتل سات وهي قناة مفتوحة، ويعني يا ريت ننقل برضو اللي عايز ينقل التردد موجود اهو على الشاشة. ودي قناة موزمبيق أو موزمبيق تي في وهي على الانتل سات المرة دي، مش يوتل سات، على الانتل سات، قناة مفتوحة والتردد اللي موجود على الشاشة. أما بالنسبة للقنوات الفضائية، ولكن دلوقتي في كمان مواقع على الإنترنت من الممكن مشاهدة الماتشات عليها، مباريات كاملة في موعدها. اللي احنا شايفينه دلوقتي موقع فومني FOMNY، وممكن كمان على نفس الموقع ده مشاهدة القناة الفرنسية الخامسة اللي هي التيفي 5 اللي بتعرض المباريات. في كمان موقع ar.justin.tv وكمان ممكن على نفس الموقع ده نشوف قناة تيفي 5 أو القناة الفرنسية الخامسة. يا ريت تكونوا نقلتوا بقى الترددات كلها، وبكده بالتالي ممكن كلنا، يعني اكيد كل واحد فينا عنده فرصه سواء على الانترنت او على القنوات الفضائيه المختلفه، اكيد عندنا فرصه ان احنا نتابع المباريات، وبكده بتهيألي الناس ما تبقاش بقى زعلانه قوي. نحاول ان احنا نتابع على هذه المواقع والقنوات. ننتقل